اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي بيت سالي. يا أهلا وسهلا، الحاج فريد الهلالي وسامح بيه عندي في البيت، اتفضلوا اتفضلوا. ازيك يا خالد يا ابني، عامل ايه؟ الحمد لله يا حاج، حضرتك عامل ايه؟ ازيك يا سامح بيه؟ الحمد لله، انت عامل ايه؟ الحمد لله كويس. ده ابنك حسن صح؟ صح يا خالد باشا. لا قول لي يا عمي، بلاش باشا، يا دعاء. ايه ده؟ الحاج فريد مرة واحدة؟ ازيك يا حاج؟ منور والله. ازيك يا سامح بيه وحسن كمان؟ والله نورتونا. البيت منور بناسه يا بنتي. امال فين رأفت بيه وأميرة هانم والأولاد؟ أنا عرفت إن سالي رجعت بالسلامة من السفر. عامر وعمير عند والدي تحت، ودعاء كلمتهم وهيطلعوا حالا، وسالي زمانها جاية تجي بألف سلامة. بس ازاي تكون هنا بقالها شهرين وما تجيشي تشوف جدها وجدتها؟ والله كنت هجيبها واجي أنا والعيلة، بس كان عندنا شغل. إن شاء الله أنا جاي عشان أخدها معايا البلد، هتقعد معانا على طول. نعم مش فاهم. السلام عليكم يا حاج، والله ما كنت مصدق لما عرفت ان الحاج فريد وسامح بيه عندنا. ازيك يا رأفت بيه؟ ازيك يا أمير هانم؟ الحمد لله يا حاج. الحمد لله بخير. ليه ما جبتش الحاجة معاك؟ ان شاء الله مرة تانية. كيفكم يا ولاد؟ ما شاء الله كبرتوا. وعامر وعمير قالوا الله يخليك يا حاج. نرجع لموضوعنا بقى. انا جاي ومعايا ولدي سامح وابنه حسن، وجايين وناويين نخطب سالي الحسن. الكل اتصدم من اللي سمعوه. بس يا حاج، من غير بس، انا هستنى رد سالي لما تيجي تكونوا انتوا فكرتوا زين. طبعا ده رأي سالي مش احنا خالص. انا هروح احضر الغدا عن اذنكم. وعند الفرق، وصلت الفرق للمبنى. حمد لله على السلامة يا شباب. والجميع قال لها الله يسلمك. هتروحي ازاي يا سالي؟ هكلم عامر او عمير. لا 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 استني، عربيتي مستنية، تعالي اوصلك معايا. اوكي. سلام يا رجالة، اشوفكم بكرة. والكل قال سلام. وكانت سالي قاعدة جنب زياد وجاله اتصال. الو. لو سالي جنبك ما تقولش ان انا بكلمك. تمام. انت بتحب سالي بجد ولا لا؟ ليه السؤال ده؟ في ايه؟ قول بسرعة، هتتجوزها ولا لا؟ مش عارف افهم بس في ايه؟ جد سالي هنا وخالها وابنه وجايين عشان يخطبوا سالي، وانا مش موافقة. ارجوك يا زياد اتجوز سالي بأي طريقة، وانا هدفع لك كل اللي انت عايزه. خلاص تمام، انا هتصرف. سلام. في حاجة يا زياد ولا ايه؟ لا مفيش. ووصلت سالي وكمان زياد للبيت. شكرا قوي يا زياد. مفيش شكر ما بينا، ماشي؟ تمام. استني هطلع معاكي عشان اسلم على عامر وعمير. اوكي يلا بينا. ودخلت سالي للبيت. ايه ده؟ جده هنا؟ وانا بقول العمارة منورة. انت بكاشة زي امك، لو كنت وحشتك صح كنت جيتي سلمتي عليا انا وجدتك. كنت هاجي والله يا جدو، بس كان عندي شغل، وكمان خطوبة عامر وعمير اخدت وقت طويل. ما شاء الله، الف مبروك يا ولاد. ازيك يا خالو؟ عامل ايه؟ ازيك يا حسن؟ ازيك يا سالي؟ اخبارك ايه؟ انا تمام الحمد لله. الحمد لله على السلامة يا سالي. الله يسلمك يا حسن. مش تعرفين على الاستاذ؟ ده زياد. انا زياد خطيب سالي يا حاج. والكل اتصدم من اللي قاله. انت بتقول ايه؟ اسكت انتي. جد الكلام ده يا خالد؟ ايوه يا حاج، انا قريت الفاتحة مع زياد ووالده من كام يوم كده. وانت ازاي تعمل حاجة زي كده من غير ما ترجع لنا؟ احنا عيلتها. انا عارف مصلحة بنتي كويس وهي موافقة، وكنت هقول للحاج فريد بس هو قطع كلامي، ولو ما كانش جه كنت انا هكلمه واقول له ان سالي اتخطبت خلاص. انت غلطت يا خالد لما ما كلمتنيش، ده حتى يعني كنت حضرت قراية الفاتحة. انا اسف يا حاج، بس الموضوع كان بسرعة. على عموم ملحوجة. المهم الف مبروك يا سالي. الله يبارك فيك يا حاج. وحسن كان مبسوط. مبروك يا سالي. بس انا مش موافق على الخطبة دي. ازاي سالي تتجوز واحد غريب عنينا وما نعرفش اصله ولا فصله؟ مش كفايه امها اتجوزت واحد غريب وفي الاخر اتجوز عليها وماتت؟ وكمان انت نسيت اللي حصل لسالي كان بسببك، ما قدرتش تحميها من العصابه اللي كانت بتهددك في شغلك. انت ناسي لما اتخطفت حصل لها ايه وتعبت قد ايه؟ قعدت سنه ما تنطقش وكانت بتتعذب منهم. انا مش هضحي بيها تاني. والكل حس بالغضب، وسالي دخلت اوضتها وعماله تعيط. عيب يا سامح الكلام ده. خالد ملوش اي ذنب في وفاة نوال، وهي اللي طلبت منه يتجوز، وانت مالكش دعوة بسالي.
واللي حصل زمان اتنسى خلاص، واني شايل جميل خالد ودعاء في تربية سالي فوق راسي. انت عملت ايه لسالي؟ ها؟ انتج عشان تعرف انك انت الغلطان. انا اسف يا خالد على اللي حصل ده. لا يا حاج، مفيش حاجة، ده احنا اهل. وسامح بيه خايف على سالي، دي زي بنته. طبعا، ما تعرفتش بزياد، عرفني بنفسك يا ولدي. انا النقيب زياد عبد القادر الشربيني. انت ابن عبد القادر؟ اهدى، انت تعرفه يا سامح؟ ايوه يا حاج اعرفه، ده اللي بينافسني في السوق. ازاي يا خالد توافق على الكلام ده وانت عارف ان احنا بننافس بعض في السوق وهو يبقى عدوي؟ انت زودتها جوي يا سامح. ايه علاقة الشغل بالجواز؟ وخالد ماله بالحوار ده؟ دي حاجة بينك وبين شغلك، احنا مش بنتاجر. والشاب باين عليه محترم، ولا ما كانش خالد وافق عليه؟ زيادة انا عارفه كويس يا حاج، ووالده يبقى صديقي، ووالدته تبقى صديقة دعاء، وكانت صديقة نوال الله يرحمها. ربنا يتمم على خير يا ولدي. امال فين سالي؟ هي دخلت اوضتها ليه؟ انا عندها لها حالا يا جدو. وعامر راح لسالي. تعالي يا سالي، جدك عايزك. انا مش هاجي، انتوا ازاي تعملوا كده؟ انا مش لعبة في ايديكم. اهدي دلوقتي، ولما يمشوا نتكلم في الموضوع ده، بس تعالي دلوقتي لجدك. حاضر يا عامر، ماشي جاي اهو. وفعلا خرجت. تعالي يا بنتي، ما شاء الله عليكي، كبرتي وبقيتي عروسة زي القمر، وهنفرح بيكي قريب. الله يخليك يا جدو. وتيتا عاملة ايه؟ والعيلة والبلد كلها عاملين ايه؟ الحمد لله، كلاتهم بخير وبيسلموا عليكي ومستنينك تنورينا. ان شاء الله يا جدو. خلاص، انا عايز الفرح يتم عن قريب، ويكون حدانا في البلد وسط عيلتك واهلك وناسك. طبعا ما يغنوش عن اهلك اللي هنا، بس هم عايزين يفرحوا بيكي وسطهم. الفرح ان شاء الله يا حاجة هيكون في البلد. خلاص، انا مستنيكوا الاسبوع الجاي عشان تعملوا الفرح، وانا هجهز كل حاجة. بس يا جدو لسه بدري قوي، ليه مستعجل على الفرح؟ ولا بدري ولا حاجة، احنا مش عايزين الخطوبة تطول. ولا ايه جولك يا عريس؟ اللي تشوفه حضرتك. وانت يا خالد يا ولدي، ايه رأيك؟ هو في رأي بعد رأيك يا حاج؟ خلاص، على خيرة الله. سمعينا زغروطة يا دعاء يا بنتي. وفعلا دعاء زغرطت، وكان الجميع حاسس بالسعادة ما عدا سامح، عشان هو ما عندوش خطة بديلة عشان ياخد الأرض من سالي، وكان حزين جدا وما كانش عارف يفرح زيهم. وحتى سالي ما كانتش فرحانة. ازاي هتفرح وهي عارفة ان حبيبها مش بيحبها؟ فين الوكل يا ام عامر؟ اني جعت، وكمان اتوحشت واكل الجوي وواكل اميرة هانم. الله يخليك يا حاج، بس المرة دي هتدوق اكل سالي، دي بقت ما شاء الله احسن مني ومن طنط اميرة كمان. ايه ده؟ بجد؟ لا، اني لازم ادوق الوكل من ايديها عشان اتأكد. حاضر يا جدو، من عينيا، عن اذنكم. وسالي راحت عشان تحضر الغدا مع دعاء، بس كانت بتعيط. ما تعيطيش يا سالي، انا مش عايزه اتكلم لو سمحتي. وسالي حضرت السفره وقعدوا الجميع عشان ياكلوا. الله يا سالي على الوكل، نفسك حلو جوي. الف هنا يا جدو. يا بختك يا زياد بيب سالي. شكرا يا حسن، بس بلاش بيدي، احنا اهل دلوقتي وهنبقى اصدقاء. ده شيء يشرفني. وانتهى الجميع من الاكل وقعدوا يشربوا الشاي. عن اذنكم بقى عشان ما نتاخرش على الطياره. ما ينفعش كده يا حاج فريد، استنى بات معانا النهارده ويبقى سافر بكره. ايوه يا حاج فريد، لسه بدري وما لحقناش نقعد مع بعض. بدري من عمرك يا رأفت بيه. لا، اتصرفي مع جدك بقى يا سالي. عشان خاطري يا جدو، اقعد معانا كام يوم. خاطرك غالي عليا يا سالي، بس ما قدرش، عندي مصالح كتير في البلد ولازم احضر كل شيء عشان فرحك يا عروسه. ما وثقش عليها يا زياد يا ولدي. ما تقلقش يا حاج فريد، دي في عينيا. لا، قول لي يا جدي، زي سالي وعامر وعمير، انت بقيت دلوقتي واحد من العيله وحفيد فريد الهلالي. ده شيء يشرفني يا جدو. ربنا يبارك في عمرك ويحميك يا رب. يلا، السلام عليكم. والكل قالوا عليكم السلام. وبعد ما مشي، هو انت بتتكلم جد يا زياد؟ ايوه يا خالد بيه، انا بطلب ايد سالي من حضرتك، وانا بقى موافق. انا هلاقي زيك فين؟ ايه ده؟ انتوا اتجننتوا ولا ايه؟ انا صاحبة الشأن، من حقي اقبل او ارفض. لا، انا ابوكي وانا اللي اقول موافق ولا لا. وبعدين انت هتعترضي ليه؟ مش ده زياد اللي كنتي بتحبيه وانت صغيرة ولا نسيتي؟ حضرتك قلت وانا صغيرة، وبعدين ما كنتش بحبه ولا عمري حبيته. انا مش عايزة اتجوزه. انت عارفة ان جدك كان جاي عشان يجوزك حسن، يعني لولا زياد كنت هتروحي مع جدك البلد النهاردة. ايوه بقى، قول كده. يبقى دعاء هي اللي كلمتك عشان تيجي وتقول كده،
وهيتجوزني شفقة، صح؟ هو أنا للدرجة دي ماليش أي قيمة عند أي حد فيكم؟ حرام عليكم. ودخلت سالي أوضتها وقعدت تعيط عشان هي مش عايزة تتجوز من زياد لمجرد إنه استغل الموقف شفقة عليها. أنا تعبت منها قوي ومن دلعها ده. زياد يا ابني، هو أنت لسه عند قرارك؟ طبعا يا رأفت بيه. تمام، بكرة هنقرأ الفاتحة إن شاء الله. تمام يا رأفت بيه، أنا هجيب والدي ووالدتي بكرة عن إذنكم. ومشي زياد من البيت وراح لبيته، وكوثر قابلته. حمد لله على السلامة يا حبيبي. الله يسلمك يا ماما. حمد لله على السلامة يا زياد، كنت فين كل ده؟ الله يسلمك يا بابا. بابا، أنا كنت عايزة أكلمكم في موضوع. خير يا ابني، في إيه؟ ومي جت. ازيك يا زياد؟ حمد لله على السلامة. الله يسلمك يا مي. عن إذنك يا مي، ممكن تخرجي عشان هنتكلم في موضوع؟ أوكي يا طنط. ومي كانت فاكرة إنهم هيتكلموا في موضوعهم وعشان كده خرجت. خير يا زياد، في إيه؟ أنا هتجوز سالي. الله، بجد يا حبيبي؟ أيوة يا ماما، أنا كنت عندهم النهاردة وحصل. وحكى لها على كل حاجة. وانت هتتجوزها يعني شفقة ولا بتحبها يا زياد؟ دي حاجة ترجع لي يا ماما. المهم ان انا هتجوز سالي زي ما حضرتكم عايزين. انا هطلع انام، تصبحوا على خير. وبعد ما زياد طلع، انا مش عاجبني كلام زياد، في حاجة في دماغه. هيكون في ايه؟ المهم وافق ان هو يتجوز سالي. لا، الولد ده عمل كده عشان ما تتجوزش حد تاني. ممكن. ومي قابلت زياد. رايح فين يا زياد؟ مش هتقعد معايا؟ معلش يا مي، انا راجع تعبان وعايز انام. وبعدين مي دخلت لكوثر. هو ماله يا طنط؟ اصله يا حبيبتي مبسوط من الفرحة. خير يا طنط، فرحيني انا كمان. زياد هيخطب سالي بكرة. ايه؟ ازاي؟ عقبالك يا حبيبتي، ما تنسيش بقى تجهزي نفسك عشان تيجي معانا بكرة. طبعا، الف مبروك. الله يبارك فيكي يا حبيبتي. وفي بيت سالي. يا سالي، احنا مش عايزين نغصبك على الجواز، بس تعالي نتكلم بالعقل. نتكلم بأي عقل؟ انا قلت لكم مش عايزة اتجوز عشان خاطري يا بابا. طب بلاش عشان خاطري انا، عشان خاطر ماما بلاش اتجوز زياد. ما ينفعش يا بنتي، انت لو ما اتجوزتيش زياد وجدك عارف ان احنا كذبنا هيطربق الدنيا فوقينا. ده صعيدي وهيجوزك حسن. طب انا عندي حل يا سالي، ايه رأيك تتجوزي زياد وانتي واحدة واحدة بقى هتحبيه؟ لا، مش هقدر يا ماما، والله ما هقدر. افرضي لو ما حبتوش هتعملي انتي ايه ساعتها بقى؟ هتحبيه، والله زياد بيحبك يا بنتي وانا مش بحبه. انتوا مش عايزين تفهموا ان زياد هيتجوزني شفقة عشان ما اتجوزش حسن؟ طب انا هقول لجدي مش هتجوز زياد، ولو قال لي اتجوزي حسن هرفض طبعا عشان هو مش هيغصبني على حاجة. يا بنتي دول صعايدة، انتي ما سمعتيش خالد قال ايه؟ خلاص بقى يا سالي وافقي، عايزة اطمن عليكي يا بنتي. وبعد تفكير طويل ومنادات، سالي اخيرا وافقت. ماشي يا ماما، اللي تشوفيه. ربنا يكملك بعقلك يا حبيبتي ويتمم لك على خير. وفي اليوم التاني سالي راحت للشركة. ايه ده؟ سالي مرة واحدة هنا؟ ازيك يا هايدي، عاملة ايه؟ انا كويسة، انتي مختفية بقالك مدة يعني. كنت مسافرة ولسه راجعة امبارح. حمد لله على السلامة. الله يسلمك. الأستاذ طارق موجود؟ أيوة موجود، بس عنده ميتينج. أوكي، هستنى لحد ما يخلص. ولحد هنا خلص الجزء ده. ويا ترى ايه اللي هيحصل في جوازة سالي وزياد؟ وده اللي هنعرفه ان شاء الله في الجزء الجاي. وما تنسوش لو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل جديد. بحبكم قوي، مع السلامة.